قضيت يوم كامل في حديقة الميرلاند. ليتس جو. اوكي، هنا بوريكم المكان اول ما دخلنا. بعد كده طبعا انا واختي في الخريطة بتاعت المكان عشان نشوف هنمشي ازاي وهنبدأ نروح فين ونركب ايه. دي انا عادي يعني. وهنا اول حاجة العجل طبعا. هنا كنت متخيلة نفسي محمد سعد قوي في فيلم أجر عجل في شرم الشيخ. وليه كنت عايزة اعمل ساوند على تيك توك، بس العجلة عملتها معايا وخبطتني، كانت هتلوحني اصلا. بصوا يا جماعة المكان كان رايق ازاي لما بدأت الدنيا تغيم شوية. الأنوار كان شكلها تحفة والإضاءة كان شكلها جميل. ومشروبي المفضل طبعا أوريو. أول حاجة استراحة محاربة بعد العجل اتفرهد. بعد كده اللعبة دي اسمها جومانجي، كنت حابة ان انا اجربها، يعني ممتعة كده، بس بصراحة ما كنتش خايفة، يعني اللي هو ايه، لا كنت مكتسبة الشجاعة الكاملة. let's go. وهنا ما صوتش خالص، ما عملتش اي حاجة، بس كانت تجربة لذيذة جدا يعني. لا دي هنا عادي، كنت برخم على اختي بس مش اكتر. وهنا وانا بجري بسرعة عشان الحق فقرة الساحر. طبعا انا قاعدة مؤدبة مستنياه يختارني مع الاطفال. بعد كده ايس كريم بقى عشان اسعد نفسي. هي راحت تركب عجل، اكل انا ايس كريم. الورشة دي يا جماعة بتاعت الرسم رايقة قوي. حسيت الناس اللي فيها مودهم رايق كده وقلت هبقى اجربها المرة الجاية. وده كان اقوى اختبار لثبات الميك اب اللي حطيته معاكم في فيديو زي ما هو. ثانك يو بجد.